بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم غالياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، وان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم فرحانات مطمئنات ويلقاكم ان شاء الله بأحسن الأحوال. جيتكم فيديو جديد اليوم، جبت لكم الطريقة الصحيحة باش تستعملوا الأواني الفخارية لأول مرة، وبصدقوني طريقة ناجحة مليار في المية. تبعوا كامل المراحل اللي راح نفوتوا عليهم، ما تسرعوش الفيديو هكا باش تستفادوا اكثر وباش ما يجونيش تساؤلات على حوايج انا قايلتهم في الفيديو. واللي اول مره شافت قناتي نقول لك غالياتي ما تنسيش ديري لي جيم، ديري لي ابوني، وكتبي لي رايك في قسم التعليقات. لهنا غالياتي قبل ما نبداو الفيديو صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لهنا غالياتي بعد ما كنت شريت القدرة تاعي هذه وريتها لكم في المشتريات تاعي، كنت شريتها ب145 ألف. هذه القدرة ترفد 4 رواتل ونص. أول حاجة غالياتي كنت غسلتها من الغبار، ومن بعد تيك جبت نقعتها في الماء ليلة كاملة. تقدروا تنقوها حتى 24 ساعة ما حيصرى لها والو. بعدها جبتها لهنا باش نشفها، نخليها تستقطر مليح مليح وتنشف. خليتها ثانيك واحد 24 ساعة حتى نشفت لي مليح مليح، وتأكدت باللي قطرة تاع ما بقاتش فيها. ولهنا غالياتي حبيت نجاوب على بعض الأسئلة اللي جاوني في الفيديو تاع المشتريات. قالوا لي باللي هذه القدرة تاع الشوربة ماهيش للطبخ وإنما للتزيين. شوفوا غالياتي أنا شريتها من إنسان مختص بهذا الصوالح، وهذه القدرة بالذات ماهيش فيها الفارني كما قلتوا لي ماهوش صحي، وإنما دايرين لها طبقة تاع زجاج، وثانيك مخدومة في المصنع، يعني صحية ولا بأس عليها. وما يمكن نديروا لها المراحل الجايين راكم رايحين تتأكدوا باللي صحية ولا بأس عليها. وما من الأم تاعي راها عندها وحدة مستعملتها راها في 3 سنين وما صرا لها والو، يعني تشبه لتاعي ناجحة ما تلصقش. يعني كانت واحدة ثاني قالت لي باللي القدرة تاعي راها تلصق لي. دوكي نعطي لك الحل في انك ما شربتيهاش مليح مليح بالزيت. انا لهنا جبت زيت زيتون بعد ما كانت نشفت لي مليح مليح، جبت كميات تاع زيت الزيتون. يفضل غالياتي ديروا لها زيت الزيتون، ما ديروا لها ني زبده ني سمن ني شحم ني والو. ديروا لها زيت الزيتون ورجعوا لي بالخبر كي تبداو طيبوا فيها. تشموا ريحه زيت الزيتون، تشموا ريحه البنه، خير من ما تشموا ريحه التراب وتشموا واحد الريحه ماشي مليحه. انا كنت يعني كانوا عندي من قبل طواجن تاع فخار وراني مام مخبيتهم، وعندي سنين نستعملهم ونعاود نغسلهم ونخبيهم، يعني ما شاء الله ما تشقولي ما صار لهم والو. باذن الله في الايامات الجايين راح يعني ندير لكم بهم وصفات وتشوفوهم. لهنا غالياتي كما راكم تشوفوا قلت لكم زيت الزيتون لازم تديروا به، علاش؟ باش يعطيكم بنه، يعني كي تبداو طيبوا فيها المره الاولى ما راكمش راح تشموا حتى ريحه ماشي شابه، بالعكس راكم راح تشموا ريحه زيت الزيتون ما شاء الله. راح ندهنها من برا كيما شفتوا، كل ما نشوفها شربت خصوصا في البلاصه هذيك اللي ماشي مسبوغه نزيد نعاود ندهنها بزيت الزيتون. جبت ثانيك الغطاء تاعي وندهنه ثانيك من الداخل ومن برا، ومن بعد تيك تشرب لي من برا نعاود نقلبها وندهنها من الجهه الداخلانيه ونخليها فتره كافيه تشرب لي كامل هذاك زيت الزيتون. اللي ما عندها زيت الزيتون تقدري ديري زيت صونغو عادي، ولا ديري سمن ولا زبده، يعني وش عندك. انا بركي فضلت زيت الزيتون على خاطر كي بديت نطيب فيها وليت نشم في ريحه زيت الزيتون وريحه البنه يعني فيها. لهنا غالياتي كما راني نوريكم شوفوا، يعني بدات تشرب لي في هذاك الزيت، كل ما نشوفها شربت نعاود ندهنها مليح مليح بزيت الزيتون ونخلي عليها. وهذه الطريقه تقدروا تستعملوها كما قلت لكم في القدره تاع الشوربه، في الطواجن هذوك اللي جايين طواجن يعني طوال، في اي انيه تاع فخار تقدروا تستعملوا هذه الطريقه راح تبقى لكم على حالها. شوفوا لهنا بعد ما تشربت لي مليح مليح بقات لي هذيك النقطه، هذيك معناتها باللي يعني راها تشربت مليح مليح القدره تاعي. في هذه المرحله راح ندهنها من الداخل كما راكم تشوفون، ندير قطرات من زيت الزيتون ونبدا ندهنها بهذه الطريقه. شوفوا في الجهه اللي تجي مسبوغه ما راهيش راح تشرب لكم بزاف، صح من الجهه التحتانيه راح تدي لكم كميه كبيره تاع زيت الزيتون. ابقاو ديروا في هذه المرحله يعني وخلوها واحد 24 ساعه، كل مره تقلبوها وديروا لها زيت الزيتون. بعدها راني راح نغسلها لهنا نحلها هذاك زيت الزيتون اللي من الفوق باش نروحوا للمرحله الثالثه ولا الرابعه. المهم راكم تمشوا معايا
بالمراحل. راح نغسلها مليح مليح، ندير شويه ازيس في لافيت تاعي ونرغويها بالطبق كيما راكم تشوفوا. نحكها مليح مليح باش تتنحلها هذيك الطبقه اللي من الفوق تاع زيت الزيتون، باش كي نجي نرفدها ما تزلقش من يدي. وثانيك يعني راني تاكدت باللي راها تشربت لي مليح مليح بزيت الزيتون من الداخل، يتسمى هذاك البراني ما رانيش راح نحتاجو نرغونها بالشان والطبع كيما راكم تشوفوا. حاولوا يعني ترغونوها مليح مليح، ما تخلوش فيها كامل هذاك الزيت من برا. كيما راكم تشوفوا القدره تاعنا جايه مسبوغه وجايه كشغل تزلق مع هذوك الزيوت، يعني تولي تزلق لنا في يدنا ولا تطيح من يدك. يتسمى لازم تغسليها مليح مليح وتشليها وتخليها تستقطر باش نكملوا المراحل اللي قلت لكم عليهم. ضروري غالياتي تتبعوا كل خطوه حطيتها لكم في الفيديو، راني كل حاجه راح نشرحها لكم بعنايه باش تتفاداو انه يتكسروا لكم الاواني الفخاريه، وراح يشدوا لكم عوام وعوام وانتم تستعملوا بهم بلا ما يتشقوا لكم بلا ما يتكسروا لكم بلا ما يصرى لهم والو. لهنا بعد ما كملت غسلتها جبتها لهنا باش تنشف لي مليح مليح، خليتها واحد الساعه ولا زوج. مسحتها اكيد وخليتها تزيد تنشف لي. ولهنا في هذه المرحله حبيت نشرح لكم لازم تكون كل وحده فيكم عندها هذا السيبور. شوفوا دبروا ريسانكم، اذا شريتوا القدره تاع الشوربه ولا الطاجين تاعكم ضروري تشروا هذا السيبور، ولا شروا سيبور كبير تقدروا تطيبوا فيه بالقدره تاع الشوربه ولا بالطواجن تاعكم. انايا يعني عندي واحد كبير للطواجن وهذا درتو للقدره تاعي تاع الشوربه. الفايده تاع هذا السيبور انه يكون عازل بين النار وبين القدره تاعنا، وراح يوزع لنا الحراره، بالتالي القدره تاعنا ما راهيش راح تطرطق ولا تتشوكا من هذيك الحراره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اذا حبيتوا مثلا كانت القدره تاعكم ما عندهاش اليدين ملاح ما تقدروش ترفدوها منهم، يعني ترفدوها بهذا السيبور. والحاجه الثالثه انكم كي طيب لكم الشريبه تاعكم ومثلا تحبوا تستعملوا الفرن اللي كنتوا تطيبوا فيه الشوربه، تقدروا ترفدوها بالسيبور وتحطوها عادي فوق البوطاجي. يعني بالعكس انه مثلا كي تكون ما كانش هذا السيبور راكم رايحين تحطوها فوق البوطاجي يكون بارد وتكون هي سخونه ثم راح تطرطق لكم، وهذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي القدره تاعكم يعني تتشقق لكم وانتم ما عم بالكمش السبب عليه. لنا غالياتي درت فيها واحد زوج رواتل تاع حليب عادي بدرجه حراره المطبخ، ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. نقصت للنار. اللي ما عندهاش هذا السيبور ولا ما تقدرش تشريه، انا شريته ب25,000، تقدروا تروحوا للصدور يقطع لكم دائره هكا صغيره بكاش 5000، ولا ديروها كعازل بين القدره والفرن تاعكم وهكذا تكونوا فيتو وتستعملوها يعني للاواني الفخاريه. يعني الملاحظه الاهم اللي كان حذرني منها البائع، قال لي القدره كي تعود سخونه بلاكم تحطوها ديريكت فوق البوطاجي، على الاقل يطبقوا لها كاش طرشونه تكون خشينه ماهيش مبله، وحطوا فوقها القدره تاعكم حتى يعني تبرد لكم الشوربه تاعكم. هذا هو السبب الرئيسي اللي يخليها يعني تتشقق لكم وانتم على بالكمش بالسبب. وثاني كي تعودوا تنصبوا في الشوربه تاعكم ولا الحريره ضروري ديروا كامل المكونات مع بعضهم بارد في بارد، ومن بعد تيك تحطوها فوق النار وتقلوا الشريبه تاعكم. وكي تعودوا مرقوا اكيد بالماء يكون يعني سخون بزاف غالي هكا باش ما تطرطق لكمش وما تتشوكاش وتجيكم الشريبه تاعكم بنينه ما شاء الله. ان شاء الله كنت وفقت في الفيديو تاع نهار اليوم وفدتكم ولو كان بالقليل. خليتكم في امان الله وحفظه والسلام.